نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي أحبتي الكرام مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكاس، أهلا وسهلا. مقابل لا شيء قبل أن يتعادل في مباراة الجولة الماضية أمام نادي قطر، التعادل اللي كان بهدف. مشاهدينا الكرام سيد خميس المري تعلن عن بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول في مواجهة العربي والأهلي في هذا اللقاء الذي من المتوقع بأنه سيكون دقيقتين على بداية شوط المباراة الأول. مشاهدينا الكرام في هذه البداية الهجومية من الجانبين، كرة عند الدولي التونسي نعيم سليتي يتقدم يرسل كرة في هذا المكان، تتهيأ لدوكالي، دوكالي بيسدد كرة لكن الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، هي إلى ركنية. الأهلي يهاجم لأنه يدرك تماما كرة بتعود من جديد، عربوية في الخلف تنقل في الجهة اليمين، طويلة محاولة للتقدم لكن تغطية موجودة من جانب اللاعب اللي موجود طبعا عندنا واللي واضح امامنا في الصورة اللي هو نعيم سليتي. العاشرة ونحن نتحدث عن الجولة الرابعة. سليتي في وسط الملعب، كرة بتعود عند علي قادري. عادت الخسارة في تلك المباراة، الخسارة في تلك المواجهة، وفي الجولة القادمة العميد سيواجه نادي الملخية. كرة عند سليتي في الجهة اليسرى، نعيم يحاول بعيد الكرة، نعيم كرة بتعود الآن أهلاوية، انطلاقة ولمسة في الجهة اليسرى عن طريق نعيم سليتي. نعيم يحاول، سليتي يتقدم، نعيم يمر، يرسل كرة عرضية في مكان ممتاز، أهلاوية والهدف الأول، أهلاوية للعميد، التقدم للعميد الأهلاوي عن طريق دوكالي الصيد الذي يصطاد الشباك العربوية في هذه اللحظات. وفي بعد هذه الكرة، بعد هذه اللقطة، بعد هذا المرور من جانب نعيم سليتي، وهذه الكرة التي كان وحيدا بدون أي رقابة، بدون أي ضغط، بدون أي مضايقة. نادي مصلال هو يريد أن يواجه مصلال على صراع البطاقة الأولى لهذه المجموعة، لكن ذلك يعتمد على النتيجة اللي راح يحققها اليوم إذا ما نجح أن تغالي ويسكا في إسبانيا، وعنده مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده، مع منتخب الأفيال، منتخب كوت ديفوار. كرة تنقل في الجهة اليمين، غياب طبعا عدد من الاسماء المهمه والبارزه في الفريقين بسبب الارتباطات مع الكره في وسط الملعب، عربويه تنقل في الجهه اليمين، العربي يسيطر، العربي يستحوذ، العربي افضل في هذا التوقيت لكن بدون فاعليه على المرمى. سقوط على ارضيه الملعب، نعيم سليتي يسقط على ارضيه الملعب بعد محاوله المرور بهذه الطريقه، والكرة يحتسب من خلالها خطأ. نقلة للأمام جميلة هذه اللقطة، نعيم سليتي بمشي كرة في مكان ممتاز، دوكالي الصيد أقصى الجهة اليمين، صاحب هدف المباراة الوحيد حتى هذه اللحظة. انطلاق الآن لصالح النادي الأهلي، والتقدم حتى اللحظة ما زال مستمر لصالح العميد، لصالح النادي الأهلي. أربوليد الرأسية لكن الكرة عدت، أربوليد كان قريبا من أن يسجل الهدف الثاني للعميد. هذا هو. نقترب مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس إلى النصف ساعة الأولى. سليتي الهدف الثاني قريب، سليتي مر، سليتي تقدم لكنه تأخر في التمرير أو تأخر في الكرة. تبعد من دفاع النادي العربي لكن إبعادها ليس كما يجب، وبالتالي خطورتها قائمة. قادري يرسل كرة، هذا الثاني يا دوكالي لكن بعيدة. بنفس الطريقة تقريبا، بنفس الطريقة اللي سجل من خلالها هدف المباراة الأول، كاد أن يسجل الدوكالي الهدف الثاني. يترك وحيدا في مرات كثيرة. هذه كرة تنقل في الجهة اليسرى، نعيم سليتي كنترول، سليتي بيمشي كرته في الجهة اليسرى، محاولة ما زالت قائمة لصالح النادي الأهلي، عرضية، الكرة تبعد من دفاع النادي العربي. والموعد هو الدور نصف النهائي آنذاك، الأهلي فاز بهدفين مقابل هدف ووصل إلى مباراة النهائية. سليتي يحاول أن يصل إلى شباك النادي العربي المرة الثانية، سيكو ينساني بيسدد الكرة لكن الكرة
إلى خارج أرضية الملعب. هذه الإعادة. شوف نعيم سليتي مر وتقدم بكل سهولة، لكن الكرة طبعا تحولت. ولا شك بأن نعيم سليتي إضافة كبيرة في صفوف النادي الأهلي، ويعدل. نعم قادر على أن يعود ويعدل، لكن يجب عليه أن يكون أكثر فاعلية في الناحية الهجومية. تمريرة لكنها خاطئة. الكرة بتعود من جديد عند نعيم سليتي. دائما سليتي بيعيد الكرة من جديد لأربوليدا. إدريس دومبيا، قادري، دوكالي. يا سلام، هذه الكرة لنعيم سليتي. كنترول جميل من نعيم سليتي، بيسيطر على كرته، بيعيد الكرة من جديد في عمر الوقت الأصلي للشوط الأول. قادري بيمشي الكرة ناحية نعيم سليتي. دائما سليتي بيحاول يمر، لكن المباراة كوقت أبدا ضايع. كرة بتعود من جديد. ركنية تنفذ لصالح النادي الأهلي. كرة عند نعيم سليتي، يتقدم سليتي، يرسل كرة عرضية، لكن الكرة عدت من أمام دولي التونسي. وتونس طبعا ستكون حاضرة في بطولة كأس الأمم الإفريقية مطلع العام القادم في يناير، لأن منتخب تونس راح يكون موجود في مجموعة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا. البطولة اللي راح تكون طبعا في ضيافة كوت ديفوار، في ضيافة الساحل العاج. بعيد الكرة في وسطي الملعب. أمين الطي يرسل كرة في الجهة اليسرى. سليتي دائما وأبدا من هذا المكان. ياسين الفريد اللي بدخوله أكيد تغطية ممتازة من جانب ياسين الفريد. وصلت عند سليتي بوجه القدم. سنشاهد دوكالي، خذوها جميلة. كرة تنقل للأمام، هذه خطيرة فرصة الثاني، قد يأتي الثاني. جول من زاوية ضيقة، لكنه لاعب هداف وبالتالي ينجح في أن يضيف الهدف الثاني. 2-0. لا وجود لتسلل، كان ذلك واضحا منذ اللحظات الأولى. كرة تنقل، عمر الثالث، التسديد، الله! بعد ذلك الهدف الثالث العميد. ثلاثية للنادي الأهلي تسجل في الفورمة. حاضر في هذه المباراة، يسجل الهدف الثالث ويبتسم له في هذه المباراة ليتقدم النادي الأهلي بثلاثية نظيفة. عادت من جديد عبد الرحمن عناد مرة أخرى. كنترول خاطئ. سليتي أقرب لهذه الكرة، بمر الكرة لعمر ينساني. عمر يتقدم، يبحث عن الهاتريك في هذه المباراة، بمشي كرة جميلة، والكرة ما زالت وركلة جزاء. التدخل في المنطقة المحظورة والسقوط، وبالتالي ركلة جزاء تحتسب. نويد محمد هو الذي سقط بعد بطاقة صفراء ستظهر. هل نشهد عودة للنادي العربي؟ كل شيء ممكن، لكن لدينا هذه الكرة. عمر ينساني يحاول في هذه اللقطة. الكرة ما زالت، دوكالي يمرر، كرة خطيرة جدا والكرة تبعد. ما زالت سليتي، الله على الكرة، لكن الكرة بعد ذلك إلى ركنية. تحولت هذه الإعادة لهذه الفرصة الخطيرة جدا لصالح النادي الأهلي الذي انتهى بنفس النتيجة المسجلة في هذه المباراة. 3-0. ركنية تنفذ. الكرة، قادر يسدد كرة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. عادت مجددا التمريرة خاطئة. الكرة مرة أخرى دوكالي. إدريس دومبيا. في الجماهير العربوية فرحة التتويج بلقب بطولة الدوري. هذه كرة أهلاوية. عبد الرشيد، يا سلام، من حارس المرمى، لكنه عرقل، وبالتالي ركلة لتنفيذ ركلة الجزاء. ينساني يتقدم الهدف الرابع لصالح النادي الأهلي في ديربي الهلال أمام النادي العربي لما خسر من السد 4-0. كرة عمر ينساني، كرة سليتي نعيم. شوف نعيم، الكرة كهذه تصل للاعب بإمكانيات نعيم سليتي،
ما يحتاج نكمل. هذه جول. لاعب آخر ممكن يضيع، لكن نعيم لا يمكن له أن يضيع فرصة كهذه، وبالتالي على الهدف الخامس يسجل لصالح النادي الأهلي. سليتي له كلمة، سليتي يسجل الخامس للعميد، 5 أهداف مقابل لا شيء. ثقيلة. نعم، سليتي يترك أرضية الملعب بعد أن سجل الهدف الخامس. أحمد سباعي هو الذي يشارك. أحمد سباعي